مسرح مصر واقدم لكم بنت من بنات الصعيد، او بنت مصريه، او بنت عربيه، او بنت فلسطينيه، او العالم كله بالعزيمه والقوه هقدر اصبر. عادات وتقاليد الصعيد زمان كانت صعبه قوي، كانت صعبه الواحد يفهمها، بس كان الناس تشوفها تحس ان العادات دي عادات متخلفه. انا اسف، انا صعيدي على فكره، بس هي مش عادات متخلفه ولا حاجه، هي عادات بتحمي البنت وبتحمي الشاب، بتحمي كل حاجه حتى الارض، بتحميهم من كل حاجه حتى من انفسهم. هي عادات صعبه حلاوتها ان هي بتحمي كل حاجه حواليك حتى ارضك. عادات لها شرف وعفه ولها قوه ولها معنى. النهارده هتكلم على يسر، بنت سعيديه تتمنى طول عمرها انه بقى تعليمها عالي، وفي يوم من الايام مره واحده ابوها العمده راح قال له: سهر، بنت يا سهر. لا، نعم يا حضرة العمر. اجري يا بنت نادي يسر عشان رايدها في موضوع. حاضر حاضر يا سام. يوسف، يا ست يوسف. ايوه يا سهر. حضرة العمدة عاوز. حاضر حضرة العمدة جاية. عاوزك يا ست يوسف. حاضر جاية اهو. ايوه يا بوي. اقعد يا يسر، انت خبرة زين انك كبرتي وبقى عندك 15 سنة وفي عريس متقدم لك وانا موافق عليه. صوت واضح طيب؟ ايوه. بس يا بوي نفسي اكمل تعليمي. لا، كفاية لحد كده، كفاية لحد كده تعليم. انا كبرتك وعلمتك، خليتك اخدت الاعدادية، كفاياك كده. يابا بس انت هتعارض كلامي ولا ايه؟ لا يابا، كلمتك على راسي. بس مين العريس ده؟ يا ابن عمك جاي من بلاد برا، بقى مهندس قد الدنيا. وهو المهندس ده ليلى. وهو المهندس ده ملاش اللي انا ويتجوزني. يسر، انت بنت العمدة، شو قليلة على حاجة عشان الكلام كده. بعدين ده ولد عمك، وفي عرفنا انك تتجوز ولد عمك. يابا كلامك على راسي، بس انا شاطرة، بطلع من الاوائل، وعايزة ابقى دكتورة. وانا قلت اللي عندي. يسر، كاتب كتابك قدام عداية وما فيش كلام تاني بعد كلمتي. ساعتها يسر اتضايقت ومشيت من قدام ابوها وهي مكسوره، مشيت وعماله تدور في دماغها وعماله تعيط، حاسه ان مستقبلها راح. ما هو البنات في الصعيد مشكله يا جدعان، وفي عرف هناك. ولد العم لازم يتجوز بنت عمه، بنت العم لازم تتجوز بنت عمها، عشان الارض ما تروحش بره. ما هو في ورث ارض الغريب ما ياخدهاش. هي دي المشكله، هي دي المشكله. فلازم يتجوزوا بعض عشان الارض ما تروحش. عرف ماشي في الصعيد ان البلد، ان الارض والورث ما يطلعش بره العيله. هي دي المشكله. وجي يوم الجمعه، يوم كتب الكتاب.
دقيقة. في نورتي وعالية ماما جدا. الحرة، نورتي يا حرة. الله وبركاته، منورين كل الحضور الكريم الموجود. احلى 23 شمعة في الروم. النهارده هنقدم لكم مسرحية من مسرحيات العزيزة، من ضمن المسرحيات الموجودة من مسرح مصر مع تقديمة مسرح مصر. وحاليا دلوقتي هنرجع لقصة جميلة. بنت من قلب السيد، بنت جميلة بدأت تثبت قوتها وتثبت فعاليتها وتقول أنا موجودة، وتثبت جدارتها في الدنيا. وده اللي هنتكلم عنه، وهتشوفوا اللي هيحصل بعد الفيديو. هلا يا محمد، نورت يا اخويا البلد. منور بهلة يا اخوي. امال فين العروسه؟ وعاد انت خابر زين الاصول، لما ينكتب كتابها تبقى تطلع لعريسها. يعني انت غاصبنا على الجوازه دي، وكمان مش عاوزني اشوفها؟ مش عاوزني اشوفها قبل ما اتجوزها؟ وليه البلد الفلاحه دي؟ انا يوم ما انزل مصر توديني القرف ده؟ اسكت يا ويل، اسكت يا زياد، ولا كلمه. دي بلدك وبلدي وده عمك. بص يا بابا، اعمل حسابك، انا هسافر المانيا تاني ومش هقعد في المكان ده. بط يلا امال يا عريسنا، المأذون مستنيكم دوه. حاضر، يلا يا عمي. يلا يدي في يدك يا ولدي. وبدأ الكتاب يتكتب، بدأت الزغاريد والدنيا تشتغل، بدأت الدنيا، وبدأ دعاء حتى للعريس والعروسة. بس الأصعب من ده كله إن يوسي لسه مخنوقة بخطتها. تكلم نفسها. انت طالعه؟ يعني انا هتجوز قولي. حلم يعني انا حياتي. هتجوز حلم حياتي اللي بحبه وانا صغيره، بس انا كنت عاوزه اكمل علامي. يا زمن اخضر. عمي انا كنت عايز اقولك على حاجه. انا بعد الفرح ان شاء الله هاخد يسر وهنسافر المانيا عشان شغل هناك كله وكده يعني. يا ولدي براحتك، انت وكيفك. الفرح الخميس الجاي. سار، بنت يا سار. ايوه. كيس وجال نقدر نسافر المانيا السنة. يوم يا عروسه. حاضر يما، حاضر. ام بكر، ام بكر. تمت الفرحة، تمت الفرحة، ومشيت يسر. انت هتسافر دلوقتي؟ ممكن تعدلي طريقة كلامك شوية؟ هنسافر دلوقتي. انا مش عارف ايه الشيل اللي انت حطاه على وشك ده. مالها يا ابن بلاد برا؟ مالها طريقه كلامي؟ ده الفستان بتاعي. مش عاجباك طريقه كلامي يا واد عمي؟ خلاص خلاص ماشي. وصلنا المطار، ولما نوصل المانيا هفهمك على شوية حاجات كده بتعمليها. اللي تشوف يا ود المدارس. بتقولي حاجة؟ لا، ما بقولش. طب يلا احنا خلاص قررنا نوصل اهو.
واه واه، هي دي المانيا؟ دي جميلة قوي. يلا يا يسر، يلا يا يسر عشان نروح. حاضر. بص يا يسر، ده بيتي، غير هدومك ديت، وهتلاقي هدوم جديدة جوه البسيها، وارتاحي شوية علشان في كلام كتير هنتكلم فيه بكرة. واه، الخلقات المايعة دي كلها لبس الأجانب. ايه يا رب الورطة اللي أنا فيها دي؟ أمر لله، معيد لو أنام. يسر، يا يسر. حاضر جاية. يلا عشان الفطار. كانت لابسه حاجات غريبه قوي. كانت لابسه حاجه زي البيجامه كده، مدريها من وشها لشعرها، ما كانش باين منها حاجه خالص. هو حتى كان قرفان من شكلها. بس مره واحده زحلق الاشارب اللي هي كانت لابساها عشان كان حرير، شعرها بان، كان طويل وابيض، فين وعيونها الوكل؟ فين الوكل؟ أنا جعانة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بص يا يسر، بص يا يسر، انا مغصوب على الجوازة ديت ومش راضي عنها، ولولا والدي وانه تعبان ومش عايز ازعله ما كنتش اتجوزت. ثواني ما اشوف مين اللي بيخبط. Oh, mon amour, je te manque. Mouah, je t'aime. ايه يا حبيبتي، وحشتيني. واه، Bisous. اوه حبيبي، وحشتني جدا. وانتي كمان وحشتيني جدا. واه واه، مين دي؟ وازاي تقول لك وحشتني قدامي؟ دي حبيبتي يا يسرا، وهنتجوز انا وهي. طب وانا؟ ما احنا هنتطلق، انت عارفة العيلة علشان الارض وتطلع عشي بره ولازم نتجوز والكلام التافه بتاعهم ده. بس استنى، مجرد خدامة عندك؟ وانت ما رفضتش ليه من الاول؟ اعمل ايه بس؟ ما انت عارفة ابويا وابوك. لا لا، ولا حاجة، انا داخلة. بعد اذنك، داخلة جوتي. اتفضلي. ما صحيح هتسيب بنت الاجانب وتتجوزنا انا يعني؟ انا اللي بحلم بيك من يوم ما اتولدت، وكنت بحبك وعايزه ابقى دكتوره عشان ابقى رايقه عليك وارفع راس ابوي كسرني لما وافق يعني، وقفني عن علامي، وانت كسرتني لما اتجوزتني غصب عني، غصب عنك. بس على مين؟ انا يسرا زناتي، انا هوريكم هبقى ازاي بعدين. منهار يسر تعبت، بدي بتفكر طول الليل. عملت قعدت تفكر في كسرتها وحسرتها. ما بنات السعيد المفروض ما يتكلموش، يقولوا حاضر وبس.
الأوامر مفروضة عليهم، مفروضة عليهم في كل حاجة، حتى يتجوزوا مين أو ما يتجوزوش مين. ساعتها خرجت يسر من أوضتها ومشيت راحت لزياد. يا زياد، انا عايزه احكي معاك هبابه. خير يا يسرا، سامعك. بص يا ولد عمي، انا موافقه انك تتجوز المسخوطه بتاعتك، بس هقول لحد، بس ما اوعى تقول لحد من اهلنا اي حاجه، بس هي شرط. شرط ايه ان شاء الله؟ وبعدين لما تتكلمي عنها تكلمي بأدب شويه. انا هحكي معاك في المهم احسن. انا عاوزه اكمل علامي، ومعلش يا ولد عمي هعيش معاك ايه لحد ما ادبر مكان عايش فيه، ومش عايزه ابوي يعرف انك هتطلقني عشان العيله ما تقعش في مشاكل مع بعضيها. تمام يا يسر، وانا موافق وهساعدك في المصاريف كمان. يا ولد عمي، يا ريت بقى تخلص الاوراق بسرعه. تصبح على خير. ساعتها يسر قعدت مع نفسها برضه. المشكلة كلها في البنات بره، الناس ما بتعترفش بالتقاليد ولا العادات بتاعت الصعيد، ما بتعترفش بالحاجة زي كده. الأصعب إن البنت ما تبقى لوحدها بره بيبقى الغرض عليها كتير، وهناك بره في ألمانيا أو في إنجلترا مفيش حاجة اسمها جواز. مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة أوي. ساعتها نعمها حست هو غدر بيها بحلمها، سميها عشان بتحب، عشان هي كانت عارفة التقاليد إنها تتجوز بنت ابن عمها. خسارة. بعد ما خلص لها الورق وبدأت بقى يسر تدرس، تعرفت على بنت مصرية جميلة برضه، بس يسر راح قال لها ويسر راح قال لها. يسرا لو سمحت انا عاوز اتكلم معاك شويه، ممكن؟ خير يا ولد عمي، انا خبره عايز تتحدث معايا خير. احنا لنا سنتين على الوضع ده، ولو سمحتي ممكن تشوفي مكان تاني تسكني فيه، لان حبيبتي طلبت مننا ان انا اتجوز وبتتضايق لما بتشوفك هنا. يا ولد عمي، هلو، يسرا موجودة؟ الله الله الله، ايه الجمال ده؟ موجودة، اتفضلي، هي في اوضتها. ثانك يو. مالك يا يسر؟ بتعيطي ليه؟ عايزه اسيب الشقه واشوف مكان تاني اسكن فيه. كان عندي امل وانا جنبه يحس بحبي له. هروح فين انا هناك في بلاد الغربه؟ فينك يا بوي تشوف بنتك؟ ابن اخوك عمل فيها ايه؟ طب اهدي بس كده، ريلاكس. سيبي موضوع السكن والشغل ده عليا، صدقيني بكره هيندم انه خسرك، وما تزعليش نفسك.